السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض إن شاء الله بإذن الله. سلسلة حلقات التأسيس لكي جي 1 وكي جي 2. هنكمل إن شاء الله النهاردة الحصة الأولى لكي جي 2 بقى، اللي هو المستوى التاني. طبعا هنكمل من كتاب إن شاء الله بإذن الله قطر الندى. ده جميل جدا يا جماعة، في تدريبات كويسة قوي قوي. فتابعوا معايا إن شاء الله علشان خاطر نشوف هنشتغل إزاي. هنعمل شير مع بعض دلوقتي علشان نشوف الكتاب، ونفتحه مع بعض ونبدأ نشتغل. فأنا بدأت أهو معاكم، فتحت الكتاب قطر الندى. طبعا كي جي 2 المستوى الثاني. طبعا هو المفروض إن هو خد الأعداد المكونة من رقمين مثلا لحد 100، وفي ناس بتعدي بعد ال 100. طبعا أول ما بياخد الأعداد المكونة من رقمين بنبدأ نديله الآحاد والعشرات أول حاجة. فتعالوا بينا دلوقتي هنشرح مع بعض الآحاد والعشرات. خلاص. طيب ايه الآحاد والعشرات يا مس؟ دي يا جماعة اسمها القيمة المكانية. اسمها الايه؟ القيمة المكانية. طيب ايه بقى حكاية القيمة المكانية دي؟ تعالوا نشوف مع بعض هنشرحها ازاي. انا مثلا عندي عدد مكون من رقمين، زي مثلا ال25 او ال30 او ال45. هنفتح مع بعض دلوقتي اوبن بورد بس عشان نشرح عليها القيمة المكانية، ونرجع ايه للتدريبات مع بعض تاني. فانا عندي العدد اللي هو مكون من رقمين زي ما اتفقنا، هم اكيد خدوها. فالعدد دوت بيتكون من الرقم الاولاني او الخانه الاولانيه، اسمها الاحاد. زي ما هيبان قدامي دلوقتي، هنشرح مع بعض دلوقتي اهو حالا. مثلا لو انا عندي عدد زي ده، العدد ده اسمه ايه يا ابطال؟ 75. تمام. طيب الرقم الاولاني ده بسميه احاد، والرقم التاني ده بسميه عشرات. خلاص كده. طيب الاولاني اسمه ايه تاني؟ احاد. التاني اسمه ايه؟ عشرات. خلاص يا ابطالي. تمام. فانا دلوقتي لو جيت كتبت عدد اخر زي مثلا 63، وقلت لك القيمه المكانيه للرقم اللي تحته الخط ده، يبقى ايه؟ اتفقنا ان الاولاني احاد والتاني عشرات، فالاولاني ده اسمه ايه؟ احاد. طيب لو جيت كتبت رقم آخر زي مثلا 89، حط خط تحت التمانية. طيب يا ترى القيمة المكانية يا باشمهندس انت وهو، القيمة المكانية للرقم 8 دي ايه؟ دي يمس عشرات. برافو. تمام. هي دي القيمة الايه المكانية اللي المفروض يعرفوها في المستوى الايه التاني. خلاص او كي جي 2. طيب نرجع بقى للتدريبات بتاعة الكتاب. هي افضل طبعا، وهتريحنا جدا، وفيها رسومات وكاتب بطريقه جميله. فانا بفضل بصراحه الكتاب. نشوفها مع بعض دلوقتي. هنرجع تاني نمسح بس كده الايه دلوقتي. ارجع يلا اهو. تمام كده. طيب نبدا يلا كده باول رقم مع بعض. طيب هنا مكمل بقى بقيه الشرح يا جماعه هنا معايا. فهنا بيقول لي ايه؟ عد ولاحظ. هنا طبعا في هنا كورتين. تمام. طب وهنا يا مس لو احنا عديناهم: واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. هنا عشرة يا مس. معنى كده إن الرقم الأولاني أو المربع الأولاني ده بيرمز لخانة الآحاد، يعني الآحاد فيه اتنين. طيب الرقم التاني اللي هو إيه؟ عشرة. طيب ده رقم الإيه؟ العشرات. بس خلي بالك أنا لما بحطه في العشرات مش هحط الصفر، هحطه بواحد، وهنعرف قدام ليه. خلاص كده. فانا لما بحط في الاحاد احط الرقم زي ما هو، في العشرات بحط الواحد، بطير الصفر من قدام الايه العد بتاعي. انا عديتهم لقيتهم 10، بطير الصفر ما بحطوش. هنعرف ليه قدام شويه. خلاص كده. فيبقى العدد بتاعي ده ايه؟ 12. الاحاد بقول قصدي الرقم 2 ده والرقم الاولاني بقول عليه خانه الاحاد، الرقم الثاني بقول عليه خانه الايه العشرات. تمام كده. تمام يا مس. طيب ننزل للي بعده. تدريبات، وكذلك بقى المثال اللي تحته زيه بالظبط كده. هنظبط الرسم دلوقتي ما تقلقوش خالص. تمام كده. نرجع تاني للقلم بتاعنا.
طيب هنا بيقول لي عد واكمل. خلاص. طيب اول حاجه انا هعد دلوقتي الايه، احنا اتفقنا المستطيل الاولاني ده اهو، عندك مربع كبير زي ما انت شايف كده متقسم لجزئين. الجزء الاولاني بنسميه خانه الاحاد، والجزء الثاني خانه الايه العشرات. اول حاجه هعد في الاحاد: واحد اتنين تلاته. طيب العشرات فيها كام؟ ركزوا معايا: واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. دول كام؟ 10. لما أجي بقى أحط في جدول القيمة المكانية، ده بسميه جدول القيمة المكانية يا جماعة. الأحاد فيه كام؟ 3. طب العشرات كام؟ هل أحط 10؟ لا يا مس غلط، إحنا قلنا هنعمل إيه؟ هنروح حاطين الواحد فقط بدون الإيه؟ العشرة، اللي هو يبقى واحد. يبقى العدد بتاعي أصبح كام؟ 13. تمام. ونشوف مثال آخر مع بعض. كلير الأول بس. ماشي. نعد مع بعض نفس الفكرة بالظبط يا جماعة. ماشي. هعد. هشوف دلوقتي الورد الجميل اللي قدامي ده. هنا الأحاد، هنعد الأحاد. الأحاد فيه كام؟ عدوا معايا يلا: واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى أنا عندي خانة الأحد فيها كام؟ أربعة. على طول في جدول القيمة المكانية أحط أربعة. طبعا في واحد ممكن يكسل يقول لك بس هم هنحط واحد وخلاص هم 10. احنا عارفين لا، ساعات يا جماعة بيفرق ازاي. بيكون مثلا حاطط لك ثلاثة، حاطط لك اتنين، تبقى أنت عارف بقى العشرات بيبقى فيها إيه. التلاتة. خانة الأحد بيبقى فيها الأربعة، العشرات بيبقى فيها الإيه الرقم الإيه الآخر. خلاص كده. هو ما بيحطهاش، لو هو مثلا يحطها ثلاثة تبقى 30، طبعا هيرسم لك 30 إيه وردة. خلاص كده. بس طبعا هو مقتصر على الايه العشرة عشان ما يرسمش ايه كتير. طيب دولت ايه 10، فاحنا هنحطها في العشرة زي ما اتفقنا بايه بواحد، والعدد كله على بعضه كام؟ 14. ننزل للمثال اللي بعده. او تدريب اخر جميل جدا، ده من اسهل الدروس اللي الاطفال بيبقوا شاطرين فيها ما شاء الله. هنا رأس السؤال بيقول لي ايه: ضع دائرة حول الأحاد. ضع دائرة حول الايه الأحاد. طيب تعالوا ما نشوف كده هنشتغل السؤال دوت ازاي. طيب أول حاجة أنا دلوقتي لسه عارفين حالا إن الرقم الأولاني بيبقى الأحاد، والرقم الثاني هو العشرات. طب هو قال لك إيه؟ ضع دائرة حول الأحاد. يبقى اوعى إيدك تيجي على الرقم الثاني، لأن الرقم الثاني ده هو العشرات، فماليش دعوة بيه خالص، وعايز الأحاد. فيبقى أنا هحط إيه؟ دايرة على التسعة. هنا 13 رحت دايره على الثلاثه. برافو. هنا هحط فين يا مس؟ على الاولاني اللي هو 4. طيب هنا هحط فين؟ على السبعه. شاطرين. هنا هحط فين؟ على الثمانيه الرقم الاولاني. طب هنا هحط فين؟ على الرقم الاولاني. طب هنا احط فين؟ على الرقم الاولاني برضو. زي ما اتفقنا الاحاد هو الايه الرقم الاولاني. اتفقنا كده. اوكي. طيب ننزل بقى على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا جماعه بيقول لي ايه: ضع دائره تحت خط الايه العشرات. طيب هو فين العشرات يا مس؟ اتفقنا ان هو الرقم الثاني. هو حل لك مثال اهو عشان لو انت ايه مش فاكر. هنا ال 17 فين العشرات يا مس؟ اللي هو الرقم الثاني. برافو. تمام. طيب فين العشرات يا مس؟ الثاني. برافو عليكم. فين العشرات؟ الواحد اللي هو الثاني. برافو عليكم يا باشمهندسين. ها فين هنا في ال 12؟ الواحد. برافو. طب فين هنا اللي هو الواحد برضو؟ هو ايه الرقم الثاني. سهل جدا. ابدا بقى في كراسه على جنب كده يا جماعه عشان اكد على فكره السؤال. ادي الولد تدريبات صغيره كده في الكراسه. واقول له مثلا اكتب القيمه المكانيه للرقم اللي تحته ايه خط. تمام كده. هوريكي سؤال في اخر الحصه ان شاء الله باذن الله. اكتبه قدامكم دلوقتي وادي لكم فكره السؤال، وتدربوا الاطفال في البيت ازاي. فتابعوا معايا ونكمل السؤال اللي بعده. طب تمام. هنا بقى جايب لي تدريب صغير كده يا جماعه، بيقول لي اكتب وانطق العدد. بيقول لي ايه 10. طبعا الاولاد التدريب ده سهل جدا، فهيقولوا معاكي في ثانيه ويكتبوا برده في ايه في اقل من ثانيه. فبيقول لك 10 11 12 13 14، ودي المربعات الفاضيه اللي هو ايه هيملاها، فهنكتب 10 10 10. هنا 11 11 11. والكلام ده كله طبعا نطق وكتابه ده مهم جدا علشان بيثبت المعلومه او الرقم في مخ الطفل معاكي. تمام كده. طيب هنا نيجي للسؤال ده.
بيقول لي برضو نفس الفكره، ضع دائره حول الاحاد. طيب انا هاجي دلوقتي واحط دائره حول الاحاد. احنا اتفقنا يا باشمهندس الدائره بتبقى فين، الاحاد قصدي بيبقى فين؟ عند الاحاد اللي هو الرقم الايه، الاولاني ولا الثاني؟ الاولاني، برافو. خلي بالك ان هو مش حلل لك ولا سؤال عشان بيختبرك بقى، دي تدريبات ايه منزليه او واجب عليك منزلي. فانا دلوقتي ده المس قالت لي يا ولد انت وهو الاحاد بيبقى على الرقم الاولاني، صح كده؟ تمام. يبقى انا بسرعه 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 اروح حاطه دايره حوالين السبعه، هحط دايره هنا حوالين الاثنين. ودايما وانت بتقرا السؤال لازم تقرا الايه الرقم او العدد بتاعك. احط دايره فين؟ حوالين الثلاثه. احط دايره حوالين فين؟ السته، هو الرقم الاولاني. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ضع دائره حول او تحت العشرات. المس قالت لنا العشرات بيبقى تاني رقم، برافو عليكم ممتازين فاكرين، تمام. يبقى انا عندي دلوقتي هحط دايره حوالين الرقم الايه التاني من كل عدد اهو، اهو. برافو، برافو، برافو. تمام كده زي الفل. بالطريقه دي تكون ايه القيمه المكانيه معايا خلصت. هنا طبعا التدريب اللي جاي دهوت نفس الفكره بالظبط، اللي هو ايه، اكتب منطق العدد برضو. 10 هيقرأ 10 معاكي، 11 12 13 14، ويكتب الايه الرقم في ايه في كل مربع خاص بالايه بالرقم. خلاص كده تمام. نيجي بقى ننزل على الاحاد والعشرات بس بالنقود. الدرس ده يا جماعه له امتداد في السنه اولى وسنه ثانيه، خدت بالك معايا؟ طيب العدد المكون من رقمين اللي هو من احاد وعشرات، دايما الاحاد بيحطوا في الجنيهات الفضه او الورق، ما بحطش اكتر من 9 جنيه في الخانه. 10 جنيه، 10 جنيهات ايه بنروح مصححينها كده وتروح ايه تتنقل خانه العشرات بالايه ب 10 صحيح زي ما انت شايف كده. خانه العشرات ده هي بحط فيها ال 10 جنيه اللي هي فئه ال 10 جنيه اللي هي ال 10 جنيه احنا شايفينها قدامنا دي. فلما اجي بكون المبلغ بتاعي الاحاد في كام؟ 3، يبقى بعد 3 واروح حاطه ايه في جدول القيمه المجانيه 3. العشرات احط كام؟ نشوف كام ورقه، مش هكتب 20، كام ورقه؟ كام ورقه؟ دي ورقه ادي الثانيه يبقى 2، يبقى المبلغ كله على بعضه كام؟ 23، صح كده؟ طيب هنا برضو جايبها لك بالدومينو. بص كده عندك الاحاد برضو حاطط لك كام؟ 4. ركزوا يا جماعه الاحاد ما بتحطش فيه اكتر من 9، 9 او اقل، لو بتبقى فاضيه عادي مفيش مشكله، بيبقى الاحاد في الحاله دي صفر. طيب العشرات عندي، العشرات يا جماعه ما بيحطش فيه اكتر من 9 عشرات، برضو ما ينفعش 10 عشرات لان هي بتتحول بتبقى 100، بتتنقل بقى الخانه الجديده اللي هي اسمها المئات اللي هم هياخدوها ان شاء الله في ايه في سنه ثانيه ابتدائي. خلاص كده. يبقى انت عندك الاحاد 4 بعدهم واروح حاطه تحت خانه الاحاد كام؟ 4. العشرات كام؟ هنا انت عندك الايه الدومنه الواحده فيها 10 واللي جنبها برضو 10، بيبقوا ايه عشرتين بنحط 2، يبقى العدد على بعضه كام؟ 24. مظبوط الكلام؟ يا رب نكون ايه فهمنا. تعالوا نشوف بقى ونطبق على المثال ده حاجه بسيطه جدا وصغيره مع بعض ونشوف هنحلها ازاي. اول حاجه اتفقنا الاحاد هتعد وتحط تحت الاحاد. طب العشرات تعدهم وهتحط تحت العشرات. هقول لك تعد العشرات ازاي عشان ما تلخبطش. عندك الاحاد كام؟ 1 2 3 4 5، اروح حاطه هنا كام؟ 5. طيب اشوف العشرات هنا كام، اللي فيها كام؟ عد معايا كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهعمل دايره عليهم كده، هقول لك ليه. طب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وتعمل عليهم دايرة. المجموعة اللي فوق فيها 10 دبابيس والمجموعة اللي تحت فيها 10 ايه دبابيس، يبقى انا عندي كم مجموعة فيها 10؟ مجموعتين، عشرتين، خدت بالك معايا؟ فيبقى احط في العشرات كام؟ 2، يبقى العدد الكلي كام؟ 25. 25. يا رب نكون ايه فهمنا الفكرة دي. طيب نيجي للسؤال اللي بعده نفس الفكرة تقريبا اهي، برضو نفس الفكرة بالظبط. تعالوا لما نمسح الأول كده. أول حاجة هشوف الإيه الأحاد. الأحاد هنا عندي كام؟ تعالى عد يلا كده. العملة دي ولا الإيه الشوكولاتة اللي هي بتاعت العملة المعدنية دي يا جماعة غليت راحت في داهية دلوقتي. تمام. طيب تمام كده. تعالوا نعد نشوف الايه الآحاد. عدوا كده كده. 1 2 3 4 5 6، يبقى الآحاد فيه 6. العشرات هنا المجموعة ده اهي، بصوا بصوا كده هنعدها ونشوف هل هم 10 ولا لا. انا عملت عليهم دايرة عشان انا عدهم قبل كده وعارفة ان هم 10، بس انا ايه هعدهم معاكم تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي مجموعة فيها 10. طب المجموعة التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي كمان ايه مجموعه. يبقى انت عندك كم مجموعه فيها 10؟ مجموعتين. يبقى انت بتحط في خانه العشرات 2
اتنين بدون الصفر وهتحط 20. والآحاد كام؟ ستة. يبقى العدد بتاعك كام؟ 26. 26. خلاص كده. تمام. نيجي نشوف الايه الفكرة اللي بعدها، او السؤال اللي بعده. نفس الافكار بقى يا جماعة. ده نفس الافكار اللي كلها جايه. يبقى احنا كده النهارده خدنا القيمه المكانيه، وعرفنا ان الرقم الاولاني بيمثل خانه الاحاد، والرقم الثاني هو خانه الايه العشرات. يا رب يكون النهارده قدرت افيدكم، ويكون استفدتوا ان شاء الله باذن الله. وتابعوا معايا في سلسله الحلقات القادمه الخاصه بكي جي 1 وكي جي 2. يبقى النهارده ان شاء الله قدمنا كي جي 2. يا رب نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه علشان تكبر بيكم ان شاء الله بدعمكم ليا، ونفيد اكتر اكبر عدد من الناس.